النهارده هنتكلم عن واحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر، حدث كلنا بنتباهى بيه، وده هو يوم تحرير سيناء. النهارده هنعرف مع بعض القصة الكاملة لواحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ المصري الحديث، وهنتكلم عن الأبطال اللي ضحوا بنفسهم من أجل تحرير الأرض، وهنشوف إزاي مصر قدرت تستعيد جزء عزيز من الأراضي المصرية بعد نكسة 1967. أرض سيناء دي أرض مصرية بقت ليها أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة جدا، ودي مش مجرد أرض، دي بوابة مصر الشرقية وسر الأمان والرخاء في مصر، واللي بتقع ما بين النيل والبحر الأحمر، ما بين البحر المتوسط والخليج العربي. سيناء دايما كانت مصدر للأنظار، وكان الأعداء دايما بيحاولوا السيطرة عليها، لكن في 1967 حصلت النكسة اللي فقدنا فيها سيناء بالكامل. الحرب دي كانت كبيرة على كل الأصعدة، ومصر خسرت جزء كبير من أرضها، وده كان أكبر تحدي قدام الجيش المصري. لكن الأمل ما ماتش رغم الهزيمة اللي اتعرض ليها الجيش المصري في النكسة سنة 1967، وده كان أكبر تحدي قدام الجيش المصري. لكن الأمل ما ماتش رغم الهزيمة، كان في عزيمة وتخطيط على أعلى مستوى لاستعادة الأرض. ما ضاعش الأمل عند الجيش المصري، لأن الجيش بدأ يخطط ويعد نفسه لاستعادة الأرض دي. وكان عندنا حاجة اسمها حرب الاستنزاف، واللي كانت بمثابة تدريبات واقعية. وبالفعل الجيش المصري بدأ يعيد بناء نفسه من جديد، وفي سنة 1973، وده طبعا التاريخ اللي كله بيفتكره، بدأنا التحضير لواحدة من أضخم الحروب في التاريخ. يوم 6 أكتوبر الجيش المصري ضرب مفاجأة غير متوقعة للعالم كله، بدءا من قناة السويس وصولا لأرض سيناء. الساعة كانت 2 بعد الظهر، والضربة الأولى بدأت. الجيش المصري عبر قناة السويس وفي وقت قياسي، وتحقق نجاح كبير جدا في عبور القوات. لكن الحاجة اللي كانت مميزة جدا في العملية دي كانت السرية التامة، يعني بمعنى أصح كان عندنا تخطيط بعيد عن أعين العدو، والتكتيك الجديد اللي طبقناه كان خطير جدا. وفي 6 أكتوبر سنة 1973 بدأ الهجوم على المواقع الإسرائيلية في سيناء. والحقيقة إن الحرب دي ما كانتش سهلة، كانت صعبة جدا على القوات المصرية، لكن الإرادة كانت أقوى، والكل كان عاوز يستعيد الأرض بأي تمن. وبعد أيام من القتال العنيف جيشنا العظيم قدر يتقدم في سيناء ويحررها خطوة بخطوة. وكان في أبطال فوق العادة زي الفريق عبد المنعم رياض، واللي استشهد وهو بيقود المعركة، وكان في شجاعة وصبر غير طبيعي مع الجنود المصريين. وفي 24 أكتوبر 1973 كان في مؤتمر نصر، وعرفنا فيه إن الجيش المصري قدر يحقق النصر. ولكن مع حلول نهاية الشهر كان الكل عارف إن سيناء هترجع لمصر من تاني. وفي 25 إبريل 1982 بعد مفاوضات كتير واتفاقات دولية تم تحرير سيناء بالكامل، وأصبحت جزء من مصر تاني. وكانت دي فعلا لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وده اليوم اللي رجع فيه الحق لأصحابه. ويوم تحرير سيناء ده مش بس مجرد يوم في التاريخ، ده يوم عزة وكرامة، يوم كل مصري شعر فيه بالفخر. والمهم في الموضوع ده إن انتصار أكتوبر 1973 وتحقيق النصر في حرب العبور مش مجرد معركة، دي كانت استراتيجية طويلة المدى. وعلشان نكون صادقين، حرب أكتوبر علمتنا كتير، منها الصبر والعزيمة والتخطيط، والأهم من كل ده إن المصريين لما بيجمعوا قواهم وبيكونوا متحدين بيقدروا يحققوا المستحيل. ودور الجيش المصري كان أساسي في تحرير سيناء، لكن كمان الشعب المصري كان ليه دور كبير جدا في الدعم والمساندة. وإن شاء الله في القريب العاجل نعمل فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر، واللي هنتكلم فيه باستفاضة عن الحرب بأكملها. وفي النهاية نقدر نقول إن تحرير سيناء مش مجرد حدث عسكري، دي قصة من قصص الكبرياء والفخر المصري. وكلنا لازم نفتكر الناس اللي ضحوا في سبيل تحرير أرضنا، سواء كانوا جنود في الخطوط الأمامية أو شهداء فقدوا حياتهم، أو حتى في اللي ساعدوا في بناء مصر بعد النصر. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.